صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. قلنا بقى نفطر في البلكونة كده في الجو الرائع الجميل الشتوي الحلو ده. نفطر بقى لقمة سريعة كده ونشوف هنعمل ايه في يومنا، هيمشي ازاي. صباحكم فل يا حبايبي، تعالوا افطروا معايا. يلا يلا قوموا بقى شوفوا كده وراكوا ايه. كلنا كده بنستمد القوة من بعضينا والله. صباحكم هنا وسعادة. حبايبي احنا خلصنا اللي ورانا النهارده في البيت، وقلنا بقى نعمل حبة عدس. زي ما انتوا شايفين انا غسلاه اهو، ومعايا غسله طبعا وحطها على البوتاجاز. معايا بطاطسايه، معايا فصوص توم، معايا جزر، كله تقطيع عشوائي كده. معايا طماطم، معايا بصلايه 4، معايا كوسه. كوسه اي حاجه بتتحط في شوربه العدس. ومعايا عودين خضره زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل له تقليه بصل. في ناس بتعمله تقليه توم، انا هعمل له تقليه بصل. فحطينا كل الحاجه، كل الخضار اربع، وتقطيع عشوائي لان كل ده هيتضرب في الخلاط. ماشي، اعمل بقى التقليه واوريكم هنعمل ايه. احنا زي ما انتم شايفين العدس على النار، اللي حطينا فيه كل حاجه: طماطم، بطاطس، خضره، جزر، توم، بصلايه. وادي البصلايه التانية اهي. ماشي، مش بحمرها اكتر من كده. انا مش بحمرها اكتر من كده اهي، عشان لو اتحمرت اكتر من كده هتحرق الصدر. ماشي زي ما انتم شايفين كده. ونسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما الحاجات اللي في العدس دي تستوي تمام. وبعد كده نضربه بقى في الخلاط بالهاند بلندر زي ما انتوا عايزين. عايزين بقى تحطوا فيه مكرونه شعريه، مكرونه لسان عصفور، تحمريها وبعد ما تصفيه تحطيه عليها، مفيش مشكله. انا عن نفسي بحط مكرونه، حبه مكرونه بس بحمرهم هنا مكان لسان العصفور، مكان البصل. وبعد ما بضربه في الخلاط او بالهاند بلندر واصفيه، بقوم حاطه عليه لسان العصفور ونحط الملح والكمون. ادي العدس، وهوري لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. يا حبايبي العدس زي ما انتم شايفين اهو، اهو صفيته كهرمان. بس شايفين اللون جميل ازاي. لازم فيه من عود خضره، من قشر طماطمايه، بصلايه، الحاجه دي كلها لازم تصفيه. اهو صفيته، وادي لسان العصفور اهي. طبعا انا مش بحطها بالزيت بتاعها، لسان العصفور. عايزه تحطي شعريه حطي. هنحط بقى حبه ملح، حبه كمون، ملح، كمون. ما تكتريش الكمون عشان ما يمررش معاكي العدس. حبه كزبره ناشفه. ادي العدس، يا دوبك المكرونه تستوي وتكوني محمصه عيش. ما بقليش طبعا العيش، في ناس بتقليه، انا مش بقليه. الواحد ما بيصدق ان يبقى في اكله ما فيهاش اقلام كتير يعني.
يطلق عليه كهرمان. شايفين لونه عامل ازاي؟ انا بحب القوام بتاعه بيبقى كده، القوام بتاعه بيبقى كده، لا تخين ولا مرق. يخلص بقى حبايبي واوريهولكم ان شاء الله. يا حبايبي خلصنا العدس زي ما انتوا شايفين اهو زي الفل. معلش هو الصورة مش واضحة عشان الموبايل كل ما اجي اصور لازم يفصل شحن، ما ينفعش ما يفصلش شحن. اهو جميل جدا. وحمصنا العيش بتاعه اهو، بس العيش دوت انا بحطه بقى في الفرن، بحطه في الفرن زي ما هو كده، واللي بيعوز بيكسر العيش كده ويحطه على العدس، اصح واحسن كمان، بدل الزيت ومش الزيت والكلام ده. يعني الواحد ما بيصدق ان في اكله ما فيهاش زيت ولا سمنه. حلو جدا جدا، اتمنى اللي هو يعجبكم وتجربوه بطريقتي. شايفين لونه؟ ومعانا كرنبيت ومعانا لفت ومعانا بصل ومعانا بدنجان. دي بقى اكله حرشه مصريه اصيله، يعني دي اكله حرشه مصريه اصيله. اتمنى بقى ان هو يعجبكم وينول رضاكم، وتفضلوا تغدوا معانا بعد يوم شاق من الروتين والشغل والحاجات دي كلها. وشغل البيت انتوا عارفين كده كده ما بيخلصش اصلا. البرد ولا البرد ولا يخلص علينا، انما شغل البيت ما بيخلص. اتمنى ان انتوا تجربوا العدس بطريقتي، واتمنى ان انتوا دايما تشاركوني رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي ايه رايكم، حاجتي بتعجبكم ولا مش بتعجبكم. بكبر بيكم وبكبر معاكم، وكل حد بيكتب لي كومنت حلو او مش حلو بدعي له والله. ليه؟ لان احنا كلنا في ظهر بعض، دايما يعني يعني لازم نكون سند وعون لبعض، لان محدش بيكبر لوحده وايد لوحدها مش بتسقف. لازم كلنا نبقى عون وظهر بعض. هكبر بيكم ومعاكم، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. واشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة للاكلات المصرية. مع السلامة حبايب.